اهلا بيكم في برنامجكم الطبخ واللت والعجن مع الشيف بلبل مصر. والنهارده معانا مفاجاه في الطبخ، طريقه عمل الكسكسي الضاني في ازازه بالاجنحه. اكله الكسكسي بالضاني لو دقتها هتقول انا اتفقع الضاني. اول حاجه هتجيب ازازه فاضيه بلاستيك زي ما انتم شايفين، وتحط فيها بقى اي حاجه عندك، رز، مكرونه، ازازه زيت، ازازه خل، ازازه ميه ساقعه من الثلاجه ويا ريت تبقى في الرف اللي فوق، ازازه حاجه ساقعه، وتروح عند البحر وتعمل زي الهنود، تفتح الغطا كده اهو وتقول امنيه، اي امنيه تيجي في خيالك، تقعد تقول بقى يا رب وقع مصر، يا رب اسراء تاخد سينا وناخد احنا العموله، يا رب المعبر يتفتح علشان بتوع فلسطين يتهجروا، قول كل امنياتك كضاني وتقفل الغطا عشان الرز ما يقعش في الميه، لان الرز مع الميه المالحه مع سمك تحت هتبقى مدفونه، وزي الهنود بقى ترميهم في البحر وسيب الازايز تمشي لوحدها وتقول لها سيري يا نورماندي على بركه الله، ونسميها نورماندي فور 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 فور، وتسيبها بقى علشان توصل لاخواتنا في فلسطين، مع ان اصلا اخواتنا في فلسطين ما بيقدروش يوصلوا ناحيه البحر، وحتى الازايز دي لو لو الطيار خدها ووصلت هتروح بعد شهرين ثلاثه، لانها هتمشي تاتا تكون بقى القضيه خلصت واحفاد الفلسطينيين هم اللي بيحاربوا دلوقتي، ويكون التموين بتاعنا كله خلص بقى رز وسكر ومكرونه. فانا هقول لكم فكره زي الفل، الازايز اول ما توصل على الشط تركبوا لها اجنحه علشان اول ما توصل للشط تطير وتروح اهل غزه جوه علشان تبقى ازايز بالاجنحه، نعومه وراحه بال وامان. يا جماعه يا جماعه اقسم بالله اللي بيحصل ده هرتله، انا مصدوم من الفكره اقسم بالله، ومصدوم اكتر ان في ناس مصدقين الفكره، ده انا قلت بيصوروا الجزء الثاني من اغنيه ناري نارين بتاعت هشام عباس. تخيل كده واحد من الجماعه دول بتوع انا هقود مصر والشرق الاوسط طلع يقول لك اشتري قمح وحطه في ازازه بلاستيك وارميه في البحر علشان الاسعار تعلى والمخزون يقل والناس تصور. الله على دماغ الازازه، والنعمه دماغ الازازه بتفهم اكتر منك، ده انت لو خريج جمعيه تعاونيه استهلاكيه مش هتعمل كده، يعني بدل ما نشتغل وننتج نرمي قطنا في البحر، ترميه مبلول يطلع لك ناشف، ونبقى شعب بيغرق نفسه بنفسه، ده الجديد، ونبقى بدماغ بالاجنحه، نعومه وراحه بال وامان. تخيل معايا كده لو نص مليون واحد راحوا نفذوا فكره الكسكسي بالضاني ولموا القمح والرز بتوع البلد ورموه في الازازه بالاجنحه دي، يعني هنرمي حوالي 50 طن من القمح في البحر، ده غير ثمن الازايز البلاستيك، يعني خساير بالملايين. بس تعالى بقى نيجي بقى للاهم والكوارث البيئيه اللي هتحصل، ازازات بلاستيك مرميه في البحر، دي مش بس بتشوه المنظر، لا البلاستيك ده ما بيتحللش بسهوله كده وهيتوه، ده ممكن ياخد من 200 ل 400 سنه عشان يتحلل، بس خلال الوقت ده بقى بيتكسر لجزيئات صغنونه اسمها ميكرو بلاستيك، ودي الكارثه يا معلم. الميكرو بلاستيك ده هيدخل في جسم الاسماك والكائنات البحريه وبيأثر على خصوبتها وبيأثر على جهازها الهضمي، وممكن يؤدي لموت الكائنات البحريه كلها، ولو ما ماتوش نيجي احنا بقى ناكل السمك ونبلع معاه بلاستيك، ولما تيجي تفتح السمكيه بدل ما تلاقي بطروخه تلاقي ازازه زيت صغيره جوه، دي جايه معاها هديه عشان تقليها بيها، يعني بدل ما ناكل بروتين ناكل بولي ايثيلين. والكارثه الاكبر ان البلاستيك بيتجمع في البحر على شكل جزر كانها قمامه كبيره، في منطقه اسمها دوامه النفايات الكبرى دي في المحيط الهادي، فيها ملايين الاطنان من البلاستيك، واحنا رايحين نرمي فوقهم قمح مصري، ده مش استهبال، دي خيانه بيئيه. وبرغم كل ده صاحب الدعوه دي بيقول لك ايه بقى، ده عمل تقربا لله وسبب لدخول الجنه، ده احنا لو دخلنا المورستان ولا مستشفى ادمان للازايز هيكون ارحم. والمفاجاه الكبرى بقى، الصفحه اللي نزلت البوست اللي نازل على انه نازل من الشيخ الدوسري دي مش تابعه للشيخ الدوسري اصلا، فزي عاداتهم مش هيتغيروا، يعملوا صفحات مزيفه باسماء شيوخ علشان يوصلوا الفكره ويبلع الطعم طبعا الناس البسطاء، يعني اصطادوكوا بالازازه، يعني باختصار بيضحكوا عليك باسم الدين، يخسروك قمح باسم الجهاد، يخربوا البحر باسم النيه الطيبه، ويقول لك الجنه، وهتلاقيهم كلهم منزلين نفس الجمله لعلها تصل كما قال الله لأم سيدنا موسى فألقيه في اليم، اي آية بيترجموها على مزاجهم في اي منطق. واحلى حاجه بقى ان السكريبت ده كان بيتوزع بالعدل على الناس كلها، السكريبت طبعا كان فيه صور من الاي اي، مش عارفين يفرقوا بين الصور الاي اي والاي الميه ساقعه. بعد اذنكم نصيحه لكل الناس اللي رمت ازايز بلاستيك، كل واحد يرجع يدور في الازايز دي اللي وقعت في الشباك بتاعت الصيادين، دور
دور على ازازتك من وسطيهم وطلعها، ومن البوز كده من عند الغطا تحطها فين؟ برافو، طيبة قلبك لغاية جوه، علشان طيبة قلبك تبقى شيطة ومحشية رز. قرقضها له وشيروها له.